سورة المسد. ما هو المسد؟ ويعني ايه مسد؟ ربنا عايزني ادخل سورة المسد اتعلم ايه؟ هيوصلني طاقة ايه ونور ايه خاص بكلمة المسد. هنا معلومة مهمة جدا لازم كلنا نراجع نفسنا فيها. المعنى اللي بيجي في دماغ الإنسان عن كلمة معينة هو اللي بياخده لما يتعرض لها في القرآن. يعني على حسب معنى كلمة المسد المرتبط في دماغك ايه بكلمة المسد. ده المسد ده يعني حبل من نار. دي بقى مشكلة. يعني انت كل ما هتدخل سورة المسد الصورة اللي في دماغك والمعلومة الذهنية المتخزنة عن كلمة المسد في الدماغ هي اللي هتاخدها من القرآن. ودي من أهم وأخطر المعلومات عن القرآن، إن هو القرآن يعطيك على حسب اللي متخزن عندك. لأن في آية في القرآن بتقول إن القرآن بيهدي وبيضل. القرآن فيه الاتنين، بيهدي وبيضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. على حسب ايه بقى يهدي ويضل؟ على حسب المعلومة المتخزنة عندك عن الكلمات وعن الآيات عن السور. لما تبقى صورة زي سورة المسد، كل اللي متخزن في أذهاننا من واحنا أطفال اللي هي حبل من نار. ايه بقى أنا هاخد ايه بقى من الصورة غير حبل من نار؟ معقول؟ معقول. فأنا لازم أدور في الكلمة مجردة، كلمة المسد. ملناش دعوة بقى بالقصة وحبل في رقبة أم جميل وأبو لهب والكلام ده كله جميل، ده جوه الصورة. لكن أنا عايزة من على باب الصورة أبقى مطهرة المعنى اللفظي والكلمة واللفظ اللي على باب الصورة، اللي ربنا حطه تايتل للصورة، حطه عنوان للصورة. ربنا مختار ليه المسد. هو مختار المسد علشان أنا أخش الصورة أخد المسد. طب هو أنا هدخل أخد حبل من نار؟ طب ايه بقى المسد؟ المسد هو مسد الشيء يعني شده وحصنه وأحسن صنعه وأقامه وظبطه من الآخر. فيقول لك مسد الحبل يعني عمل الحبل نسجه ورص الفتل جنب بعضيها بحيث ان هو بقى محكم ويبقى حبل شديد. مسد الجسم يعني دلكه يعني عملية التدليك والتمرين اللي في الجسم فيبقى الجسم مشدود. مسد البطن يعني بقى البطن مسطح ومشدود. يبقى مسد الشيء يعني شده وأحسن نسجه وبقى قوامه ماسك نفسه كده. طيب أنا بقى ربنا يحط لي كلمة المسد على باب الصورة علشان يخليني اخد ايه؟ اخد المعنى الاصلي للكلمة، مش المعنى اللي اتدخل في دماغي وبقى ثابت وقاصر وعلى قده ويمكن كمان يجيب لي بلاوي. فتخيلوا حد كلمة المسد عنده مرتبطة بالشيء المشدود، الشيء المفتول، الشيء المظبوط، الشيء اللي في احسن تقويم. ياخد ايه بقى من الصورة لما يخش؟ فانا انوي وانت تنوي وانت تنوي ان وانت داخل سورة المسد تاخد طاقات المسد، المعنى الالهي لكلمة المسد. انا جا في دماغي كلمة كده، كلمة مساج اللي هي مساج بالانجليش، اللي هو بيعمل مساج للشيء اللي هو عملية التدليك للعضلة بحيث ان هي العضلة تبقى قوية واللي هو عملية المساج دي من العمليات الآلية بتاعتها اللي هو بيفرغ العضلة من اي فراغات فتبقى العضلة ماسكة نفسها. فاحنا لما بنعمل تمرينات رياضية احنا بنعمل حالة من المساج بس هارد شوية، لكن المساج اللي هو التدليك هو احنا بنقعد نضغط على المكان، فالمكان ده بيبقى ايه؟ بيفرغ الحاجات اللي مش صح فيه، فبيبقى بيرجع على كلمة مشدود ومظبوط وحلو. فجاء في ذهني ان كلمة مساج جاية من كلمة مسدة، وكلمة سديد جاية من كلمة مسدة. شوفوا بس احنا لما بنحاول نطلع من بره فكرة الحاجة الواحدة، مفيش حاجة واحدة، في ربنا واسع، هو بس الواحد.
لكن مفيش حاجة في الدنيا واحد، الواحد ده مش موجود في الدنيا. فانت ما تقفلش بالمعنى وتمسك معنى معين وتقصر نفسك عليه ويبقى كده وبس، لا، ده شيء خطير جدا، وخصوصا مع كلمات القرآن وآيات القرآن. فمن لطائف سورة المسد، إن هتدخل سورة المسد هتاخد طاقات ونور وبركات ومعلومات وداتا تخلي كل حاجة في حياتك، جسدك، علاقاتك، شغلك، حياتك، ما فيهاش حفر ولا فراغات ولا مسامات ولا ثغرات يدخل لك منها أي شيء سلبي. فيبقى الشيء مشدود، الدنيا مشدودة، الدنيا مظبوطة، الدنيا فيها حدود، الدنيا ماشية بالمعنى الإلهي والمنهج الإلهي. فهيا خد نية إنك وانت داخل سورة المسد تستقبل، أنا أستقبل كل طاقات ونور وبركات وقدرات اللي ربنا وضعها في سورة المسد، اللي تخلي جسدي وبشرتي وشعري وعظمي وحياتي وشغلي كله في أحسن تقويم. تخيلوا المنظر، تخيلوا الوضع. من لطائف سورة المسد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.